باب الله الوسيع وحاشاه ما يطرد المحتار لما ينخاه. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معاكم في التغطية الإعلامية لمواكب مدينة الفجر والشخصيات التي خدمت الإمام الحسين عليه السلام. ومن هذه الشخصيات العم الفاضل أبو حيدر عبد علي نعيمة. أهلا وسهلا عم بك بهذا اللقاء. رحم الله والديك، بارك الله بك، أهلا وسهلا. الحمد لله والشكر لله. الموكب الأولي كان كبير كلش واحد. نعم. موكب واحد. نعم. واللي رأس جدو الله يرحمه. نعم. ومقطوف أخوه. نعم. الله يرحمهم. وكلا السيد كريم ونعيمان الحسين وحج فرهود. نعم. قبل رأس ذولا كلهم يعني سيد ناصر الله يرحمه. هذا الموكب وإذا نريد نروح للكربلاء نروح لو منا على الكاظم. نعم. لو منا على النجف. نعم. نبات ليله بالكاظم، لا نروح على الكاظم. نصبح الكربلاء، نظل 3 ايام كربلاء. نعم. جينا النوب للنجف نبات ليله ونجي منا، ولا منا على النجف هم هالشكل نفس هذا الموكب. يعني عم ابو حيدر افهم من كلامك على اعتبارك انت من ابناء المدينه القدامى، يعني المدينه كان بها بس موكب واحد؟ اي موكب واحد. زين، وجنابك كنت خادم بهذا الموكب؟ ان شاء الله. ايش كان دورك به؟ لطام، زنجيل، يعني ادوار عرايش من هذه، وادوار لا زنجيل نطلع كربلاء. بارك الله بك عم، في ميزان اعمالك ان شاء الله. ابو حيدر، بالنسبه لمواكب الفجر يعني الآن عددها الحمد لله بفضل الله عز وجل وببركات الإمام الحسين عليه السلام كبير جدا. وعلى اعتبارك إنسان شيبة ومن أهل مدينة الفجر، هاي المدينة الطيبة اللي نسعى دائما أن نشوفها بالوجه المشرق بالوجه الحسن، جنابك توجه كلمة لأبناء مدينة الفجر، لولدك الناسك بالمدينة خدمة الإمام الحسين عليه السلام. خدمة الحسين ما تروح، الخدمة مال الحسين ما تروح عليه السلام. إن شاء الله. وهي يعني تتحصل من تطلب من اللهم عافي المرض، البشير عنده قضية يحلها الحسين. نعم. أبو عبد الله. نعم. إيه. الحمد لله والشكر لله. الإمام الحسين عليه السلام خيمة الجميع وملاذ المذنبين. نشكر العم الفاضل أبو حيدر في هذا اللقاء، وبارك الله بك عم. بارك الله بكم، بارك الله بكم، والله يسر عليكم، والله ينطيكم ويفككم كل شر ومن شر. العمر المديد وفي ميزان أعمالك إن شاء الله، وبارك الله بك عم. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معكم في هذه التغطية الإعلامية لمواكب مدينة فجر الحسين، قناة مشتاق الحسناوي، فكونوا معنا. اقرأ تاريخ البشر منذ الوجود، واقرأ تاريخ الخليقة بأكمله. اقرأ عن الصابئة وعن اليهود، واقرأ عن دين المسيح من أوله. اقرأ عن عاد وظلمها وعن ثمود. الدنيا تزحف والحوادث مقبلة، ولو يمت وقتك ملايين العهود. قسم بالقرآن واللي منزله، ماكو مظلوم انظلم مثل الحسين، وماكو عملة بشكل عملة كربلاء. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معاكم في التغطية الإعلامية لمواكب مدينة فجر الحسين وخدمة الإمام الحسين عليه السلام في هذه المدينة الطيبة. ومن ضمن خدام الإمام الحسين عليه السلام في هذه المدينة الطيبة الأخ مهدي فرحان. فأهلا ومرحبا بك أبو رسل في هذا اللقاء. أشكرك، أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى. نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية بمصاب الجلل، مصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. فشنو تريدون؟ بارك الله بك وفي ميزان أعمالك إن شاء الله. أبو رسل، على اعتبارك من سكنة مدينة الفجر القدامى والعمر المديد إن شاء الله، المدينة قبل المنع، قبل فترة المنع، يعني كم موكب كان بيها؟ كان بها موكب واحد. شنو الموكب؟ موكب فجر الحسين، موكب الفجر الكبير
وحاليا مواكب هواية حوالي. زين، موكب الفجر الكبير يعني حسب ذاكرتك منو اللي كان متولى عليه؟ منو ابرز العناصر اللي كانوا يقودونه؟ كان متولى عليه بيت حج كريم. نعم. واللي عناصر اللي يقودونه حج جاسم آل حسين آل عزيز. نعم. وسيد كريم. نعم. وسيد حبيب. نعم. ويعني هاي شخصيات المدينة. نعم. هي اللي يتولى عليه. ندعو لكل المتوفين خدمة الإمام الحسين وكل الموالين بالشفاعة ببركة الإمام الحسين عليه السلام. أبو الرسول بلا زحمة عليك ولو شوي نتعبك بالأسئلة، على اعتبار المواكب اللي يشوفها الآن أعدادها هائلة، وحسب علمي أنت من المواظبين في خدمة الإمام الحسين عليه السلام، ومن ضمن العناصر اللي خدمت قضية الإمام الحسين عليه السلام. هل من توجيه أو كلمة أو نصيحة لشبابنا خدمة الإمام الحسين عليه السلام في هذه المدينة الطيبة؟ والله أنا بصفتي عضو مؤسس بموكب فجر الحسين. نعم. فعندنا تجربة بالمواكب إن شاء الله، لأنه إحنا سبق وأن كنا نخدم موكب موكب أهالي الفجر الكبير. نعم. فأنصح الشباب أن يدخلون بالمواكب. نعم. وأن يحيون ذكرى الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين هو ينير الطريق، ويستحق من عندنا كل التضحية والفداء. كل أبناء مدينة الفجر أسوة بكل مناطق العراق، مضحية ومجندة نفسها لخدمة الإمام الحسين عليه السلام. شكرا جزيلا الأخ أبو رسل. أشكرك، الله يستر عليك. وأنا ملاحظة عندي على الشباب. نعم. الشباب حاليا صار عندهم موديل يعني يفترون ويا العزة. نعم. مبدلين وكاشخين على 24 حباية، وعندهم موديل يفترون ويا العزيات. نعم. فأنصحهم أن يدخلون بالمواكب، لأنه خدمة الحسين ما تعوض. نعم. أشكرك. خدمة الإمام الحسين عليه السلام شرف للجميع. شكرا أبا رسل، وبارك الله بك وفي ميزان أعمالك إن شاء الله. أشكرك، الله يخليك، وموفقين إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، كونوا معنا في هذه التغطية الإعلامية لمواكب مدينة الفجر والشخصيات التي قامت في خدمة الإمام الحسين عليه السلام في هذه المدينة. فكونوا معنا مع قناة مشتاق الحسناوي. الحسين مقدمة قربان ونذر، لحظة من مجلسه تسوى عندي بسنين العمر، لحظة من مجلسه تسوى عندي بسنين العمر، من مجلس بكائي